الأخبار رجعت لكم بفيديو جديد عظمة حرفيا، فكل اللي عاوزه منك إنك تصبر في البداية عشان صدقني هتستمتع بالنهاية. ويا ريت كمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده بقى عشان يوصلك كل حكاياتنا الجديدة. ويلا بينا على طول نبدأ في حكاية النهاردة. في غابر الأزمان قررت إمبراطورية زول احتلال مملكة الأكابا، ودي إمبراطورية اشتهرت بالقوة والطغيان على الدول المجاورة، مملكة فتوة في نفسها كده يعني. ولكنه بشكل مفاجئ غيرت رأيها بعد ما كانت على أعتاب احتلال قرية عشان النار المقدس التابعة لمملكة الأكابا، واللي فضلت صامدة رغم كل المحاولات. وقيل إن سبب تراجع مملكة زول هو تفشي مرض غامض يدعى بحمى الذئاب السود الغامضة. وخليك فاكر الاسم ده كويس عشان ده هنبني عليه حاجات جاية كتير. وفي الوقت الحاضر كانت أجزاء كبيرة من مملكة الأكابا تقع تحت حكم مملكة زول، اللي كان بيعامل شعبها بكل قسوة، ضرب وخبط بقى وكل أنواع الأذى اللي تكره إنك تشوفه. وده بقى اللي كان بيحصل بالظبط في إحدى المناجم التابعة لمملكة زول. الجنود شغال الله ينور ومحدش بيقولها انتوا بتعملوا ايه، ومن شدة التعب والإرهاق الراجل العجوز ده بيقع على الأرض، وبسببه حصل شبه انهيار في المنجم. وطبعا الموضوع ما كانش هيمر على خير. عمك الحارس ده بقى ما صدق ومسك الراجل قطعه تهزيق، ولسه جاي يضربه في وقتها بيظهر شخص كده وبكل شياكة مسك الحارس رمى بعيد، وبياخد أمتعة الراجل ده رأفة بيه وبيمشي. لا أصيل يا ابني، كلك واجب بصراحة، وأدي آخرة الواجب يا معلم. حبسه وتقييده وتعذيبه بأبشع الطرق، عاملوه حرفيا أسوأ من معاملة الحيوانات نفسها. وتعالى بقى أقول لك حكاية المعلم ده إيه. ده يا باشا يدعى فان قائد أساطير الأكاذا الستة قديما، وده كان قبل ما يتم القبض عليه في معركة بحيرة أشوناكو، وهو ده بقى البطل بتاعنا. وكما قيل الجزاء من جنس العمل. وإذ فجأة ذئاب برية بتهجم على المنجم جعلت عاليها سافلها ولم ترحم كبير ولا صغير. وفي تلك الأثناء بيجي الفان واحد من الذئاب وبيكون شايل بنت صغيرة وعمال يصحك فيها. يا مجرم. فان بيصحك من هول المنظر، وفي أسرع وقت بيهجم على الذئب لإنقاذ الفتاة التي شارفت على الموت. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. الذئب بيهجم عليه وبيعضه، وبدون ما تفهم ايه اللي جرى فان بيقع على الارض طابب ساكت. وفي الوقت ده بيشوف فان عيلته اللي ماتت واقفه قدامه، وفي مشهد غريب الابن بيظهر عليه علامات غريبه، وفجاه الام هي كمان بشكل مش طبيعي بتبدا تتحول لضوء. اما عيله غريبه بشكل. بيحاول فان بكل يأس التمسك بالضوء ده، ولكن فجاه بيلاقي انه دراعه المصاب بدا ينور، وواحده واحده النور ده بدا يغطي باقي جسده. وهنا فان بيستيقظ من جديد وبيلاقي ان البنت اللي كانت ميته صحت هي كمان. لا وكمان بتحاول تصحيه. يا نهار ابيض يا جدعان، هو ايه اللي حصل بالظبط من شويه ده؟ ايه المفاجآت بقى تخلص على كده؟ لا والله. بيحاول فان يخرج من السجن، وساعتها بيظهر نفس الضوء من جديد، والاغرب انه بيتفاعل مع الجذع وبيفجره عن بقرة ابيه. يا ابن المجنونه، عملتها ازاي دي؟ ولكن هو نفسه ما كانش عارف اصلا ايه اللي جرى. فان بيبص للجذع باستغراب ومش قادر لسه يستوعب اللي حصل، ولكن كان لازم يخرج من المكان الأول قبل قدوم أي حد، وبعدها يبقى يشوف حكاية الظاهرة الغريبة دي. وبالفعل ما بيفكرش كتير في الموضوع وبياخد يونا وبيخرجوا. وهنا كانت الصدمة. الناس اللي كانت هنا كلهم ميتين، الجثث تكاد تكون ملأت المكان، والوحيدين اللي نجوا هم فان ويونا. ووقتها بيردد فان عبارة لقد نجوت من جديد. يا ترى ايه حكاية الجملة دي؟ وبعد خروجهم من المكان وأثناء الطريق بيدخل فان للبيت ده وبياخد منه كل الحاجات الصالحة للاستخدام. المعلم ظبط حاله وجهز معداته وتوكل على الله من جديد. وبعد فترة من المشي بدون أي وجهة بيقابل الحيوان ده، واللي بيطلق عليه الأيل الملك. هو شكل كده وراه حكاية هو كمان. وفي مكان المساء بقى بيكون أمير مملكة زول حضر للتحقيق في أمر الكارثة التي أدت إلى مقتل أكثر من 600 عبد وجندي بالإجمال. وبيقول للراجل ده إنه شاكك إن اللي ورا المأساة دي أحد من أفراد شعب الأكافة، يعني ما لقيتش حد تيجي عليه غير الغلابة اللي انت مطلع عين أبوهم دول. وده بقى يا معلم يقال إنه دراع ملك الأكافة اليمنى. فبيقول له إن شعب الأكافة تحت حكم الإمبراطورية من سنين، ومستحيل إننا نخون الإمبراطورية قولا واحدا. على جيت مين بقى؟ سال، وده أحد الأطباء المقدسين واللي جاء عشان يكشف على الضحايا. وده لأنهم لقوا ظاهرة غريبة منتشرة بين أجساد الضحايا، ألا وهي حمى الذئاب السود المعروفة بالمتسال. الحكاية بدأت تكشر عن أسرارها. ولكن اللي كان معروف في الوقت ده إن المرض ده مجرد أسطورة مش أكتر نشرتها مملكة الأكافة لتخويف أفراد مملكة زول، واللي كانت السبب الرئيسي وراء تراجعهم قديما.
طب ولنفرض إن المرض ده مرض قاتل، إزاي فان بقى والبنت يونا ظلوا على قيد الحياة متشوقين صح؟ وأنا برضه والله. بعد كده بينزلوا تحت عشان يكملوا التحقيقات، وساعتها بيقابلوا سايا، ودي من الصفوة اللي بتملك قوة خارقة على تقفي الآثار. يعني من الآخر كده البنت دي مش سهلة خالص. وفعلا بتقول لهم إن حد هرب من هنا، وكمان بتقول لهم على كل حاجة حصلت بالتفصيل، وكمان عرفت للي حصل للبنت يونا. يخرب عليك يا شيخة، انت كنت معاهم يا بنت انت ولا ايه؟ مش بقول لكم البنت دي مش سهلة خالص. وكده بقى يا معلم صاحبنا بقت على الله حكايته. فصاحبنا ده بيقول لهم لا 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 ما اعتقدش، مفيش بشري اصلا يقدر يدمر جذع زي ده، ويزيد على ده انه فضل حي بعد ما اتعرض للعض. ومن وجهة نظره فده المنطقي فعلا. وهنا بقى بيطلع سال من وسط الهيصة دي وبيقول لهم لقيت الحل اللي هينجي شعب زول من ذلك المرض، هيجين يا ولد عمي. فبيقول لهم ان بما انه اتعرض للعض وما زال حي، يبقى اكيد دمه بيحتوي على اجسام مضادة للمرض ده، واللي بواسطتها هنقدر نعمل منه ترياق. لا ياض اقنعتني تصدق، ولكن ده ما يفسرش برضه سر القوة اللي احنا شفناها. وهو ازيدك من شعر بيت بقى، اكتشفوا ان الشخص الناجي هو فان. وهنا بيفتكر الامير انه قابل فان في الماضي في احدى المعارك، وحدث بينهم امر غير متوقع هنعرفه بعدين. وفي الوقت ده بيكون تم اختيار سايا لمهمة البحث عن فان، وده اللي بيخلي المعلم ده يقول لسال انت متأكد ان البنت دي هتقدر توصل له؟ ده قائد الاساطير الستة برضه مش اي حد. يا عم انت بتقول ايه؟ ده البنت عرفت اللي حصل له في منت، هتيجي على ده وتعطل؟ مش معقول يعني. نروح بقى لفان واللي بيكون راكب فوق البتاع ده، وما تقوليش عملها ازاي. وفي اثناء مشيهم بينادي عليه الشخص ده ويقول له بتعجب ازاي انت ركبت البتاع ده. وبنعرف ان الحيوان اللي مع فان ده اصلا ملكه، واللي فقده بعد هجوم من بعض الذئاب البريه، وعشان في الاخير يقع في ايادي فان. وكمان بيقولوا ان مملكه زول بتشتريهم باي ثمن، وده اللي بيخليه متعجب جدا كون الحيوان ده يعتبر كسلاح ضد مملكه زول في الحرب الاخيره، وده لأن مملكة زول ما قدرتش تتصدى لراكبينه من شعب الأكافة. والأعجب بقى إن نفسي أشوف رد فعلك لما تعرف إن فان واحد منهم، مش متخيل بصراحة. وده بقى بالمناسبة اسمه توما. نروح بعد كده بقى لملك زول، واللي بيتصدم لما بيعرف باللي حصل في المنجم، وبيقول لهم في حسرة لعنة الأكافة إذن. وبيكمل كلامه وبيقول إن في عصر جد وقعت قوات زول اللي استولت على بلاد الأكافة فارسة للمرض ده، وقيل إن انتشر للقصاص من أفراد الأكافة المقتولين. وفي حين صدمة الكل بيقول له تولمي إن الكلام ده مجرد خرافة مش أكتر، وإن مفيش أي لعنات ولا حاجة. وهنا الملك بيتعصب عليه ويقول له لو هي خرافة فعلا فاثبت لي ده عن طريق إصابتك بالمرض. إزاي مش خرافة وإن الوحيد اللي نجا من 600 عبد وجند واحد من شعب الأكافة؟ ما بالراحة يا عم على نفسك شوية، هو غلط في أبوك ولا حاجة؟ وشكل الملك كده كان متأثر جدا لدرجة إن ينط له عرق يخليه يحصل فيه كده. حالة الملك بتسوء والكل حواليهم مش عارفين يعملوا أي حاجة. ولما سال بيشوف حالته بيلاقي إن الملك مصاب بنفس المرض، وخلاص وصل بيه المرض لمرحلة متقدمة جدا. ولكن وقتها بيرد سال عليهم إنهم يستخدموا بعض من دماء أحد المصابين لصنع ترياق، ولربما يجيب نتيجة. ولكن وقتها بيرفض كل من الملك ومساعديه بحجة تلويث الدم الملكي. يا سلام، خلاص بقى استحمل اللي يجرالك. وبعد مغادرة سال المكان، وقتها بيتساءل الشخص اللي معاه ده عن سبب وجود الملك هنا. فبيقول له سال لأن ده نفس المكان اللي المتسال أجبرهم على التراجع منه في السابق، والملك الحالي يريد كتابة التاريخ من جديد وتبديد خوف الناس من أسطورة المرض. هو بيكمل كلامه وبيقول إنه شاكك في تولم، وده لأنه بيكون شايف إن تولم محافظ على هدوءه جدا بشكل يدعو للاستغراب، خصوصا في ظل الأحداث اللي بتحصل دي. ولقد أصبت حقا يا سال، فعلا طلع كل ده من تخطيط تولم وملك الأكافة للسيطرة على زول. وتولم بيقول للملك كل حاجة تمام والأفضل إننا منستعجلش. يا ابن اللعيبة، ده أنت اللي ورا كل ده. وفي الوقت ده بيظهر شخص ملثم من الظلام وبيقول له أنت خايف ولا إيه؟ هو وفد الإمبراطور على أعتاب قرية حصان النار. فبيقول له تولم بكل برود أنت مستعجل ليه؟ لازم نحافظ على سرية الموضوع ونتقدم بحذر. وهنا التاني بينظر ليه نظرات استحقار كده وبيمشي على طول. وبيكمل تولم كلامه وبيقول هو سكان قريته مجرد بياضك مش أكتر، والمتسال هو شريان الحياة الأخير بالنسبة ليهم. استنى لحظة، انت بتقول ايه يا عم انت؟ هو المتسال ده مرض ولا مصدر حياة بالظبط؟ وهنا بيظهر نفس الشخص من تاني وبيكون ماشي بجواره أحد الذئاب، وفعلا بيظهر عليه علامات العض، بل وأيضا بيكون الذئب اللي معاه هو نفس الذئب اللي عض فان. هو في ايه يا جدعان؟ الموضوع خرج عن السيطرة، مش معقول يا جماعة اللي بيحصل ده. ونرجع من تاني بقى لتولم، واللي بيكون وقتها بيقول للملك إن مفيش غير خيارين، الأول حياة شعب الأكافة،
والتاني هو مستقبل المملكة. هو تقريبا تولم كده كان شارب حتة ب5 أو تقريبا لسه مصطبح. يا عم هما مش الاتنين واحد ولا ايه الكلام؟ وهنا الملك قرر يسايره وبيختار مستقبل المملكة، والمقصود للي ما فهمش إنه هيضحي ببعض أفراد من الأكافة للحفاظ على مستقبل المملكة كالتضحية على سبيل المثال بفان. واللي بيكون في الوقت ده توما أخده لقريته وعرض عليه العمل معاهم مقابل الطعام والمأوى. وبعد موافقة فان على عرضه بيروح عشان يجمع الأشمي، وده النبات اللي بيتغذى عليه الأيل الملك. ولكن الغريب إن أول ما بيقرب من الأشمي ده بيبدأ يظهر في نفس الضوء من جديد، ومن شدة الألم بيفقد فن الوعي. وأول ما بيفوق بيفتكر إن الشخص القادم ده ابنه هو، لكن في الحقيقة بتكون يونا اللي أصبحت فعلا بتعتبره زي أبوها، برغم إنه لسه مش قادر يتقبل موت أفراد أسرته، وده اللي بيخليه مش قادر يتقبلها كابنته لحد دلوقتي. بعدها بيرجع فان عشان يعلمهم إزاي يروضوا البيوكا، ورغم كل الألم اللي بيعاني منه بيستمر بدون كلل أو ملل، وبكل مهارة وفي عرض مميز بيورينا قدرته على الترويض، وكل الموجودين مبسوطين آخر انبساط. في تلك الأثناء بقى وعلى الجانب الآخر بيكون سال محبط من كثرة التجارب الفاشلة، وده لأنه مش قادر يلاقي أي علاج ينفع مع المرض. وبيقول على الرغم من كوني من آل يوغورل اللي خدموا القادة على مر العصور بخبراتهم الطبية، إلا أنني لا أستطيع الوصول لأي حل. وفي الوقت ده بيدخل شخص وبيقول له إن حالة الملك تأزمت وأصبح على شفير الموت. وبالفعل سال ما بيكدبش خبر وبيروح يشوف الملك اللي أصبح حرفيا شبه ميت، وبيقول له سال بكل شماتة: ألم يجري مفعول الأعشاب الطبية بعد؟ وده كسخرية من قوله أنه لا يحتاج أي مساعدة منه. وفي وقتها الملك بيفارق الحياة: أنت اللي زيك حلال في الموت صدقني. وفي أثناء تشييع الجنازة بقى بيكون سال تايه خالص ومش عارف يعمل إيه بالظبط مع المرض اللي أدى بأرواح الكثيرين. وعلى الجانب الآخر بيكون فان في الوقت ده خرج مع رجال القرية للصيد، وفي تلك الأثناء بتحاول يونا إنها تقلد فان، وده على أساس إنه هيقف لك يعني. الوحش خلاص على وشك قتلها، وفي اللحظة دي بيسحبها فان وبالإيد التانية بيفرتك الوحش حرفيا. هي نهار أبيض يا جدعان. وهنا بيبص فان باستغراب وبيكون متعجب جدا بسبب الحاجات الغريبة اللي عمالة تحصل دي. وتمر الأيام وتتوالى، وفان أصبح متعايش جدا مع الوضع الجديد، وبدأت أخيرا الحياة تبتسم له. والأول مرة بنشوف فان مبتسم وبيضحك من كل قلبه، ولكن لم تدم الفرحة طويلا. بالفعل قدرت سايا إنها توصل لهم، ولكن الغريب بقى إنها ما عملتش أي حاجة ليهم. وبيجي تاني يوم وبيكون كبير القرية بيكلم فان وبيقول له إن في الماضي كانت بتظهر حيوانات البيوكا دي بكثرة، ولكن بعد هجوم زول بدأت بالاختفاء تدريجيا، ومن 10 سنين أصبح بيطلق على ممتطي البيوكا بقرون الظبي. ومن يومها أصبحوا حراسا للأكافة وقاتلوا ضد مملكة زول الشرسة، وبفضلهم أجرت مملكة زول معنا معاهدة لوقف الحرب. واللي لاحظته من كلام العجوز ده فهو بيدل على معرفته بحقيقة فان. وفي الليل بنشوف فان ويونا في الشكل الغريب ده، وفجأة بيظهر له شخص وبيقول له: أخيرا لقيتك. بيقوم فان مفزوع على طول وبيلاقي إن ده مجرد حلم مش أكتر، وساعتها بيطمن على يونا اللي كانت في أحلاها نومة. وعلى الجانب الآخر بقى وكما هو الحال بيكون سال محتار جدا كون اللي بيصابوا دائما من شعب زول دونا عن شعب الأكافة. وفي الوقت ده بيجيله ابن الهبلة ده ويقول له إنهم أخيرا لقوا فان وإن تولم راح وراه عشان يمسكه. سال ملامحه بتتغير وبيقول له: إحنا لازم نوصل لفان قبل ما تولم يوصل له. طب إيه السبب يا عم سال؟ السبب وبكل بساطة إن تولم يريد قتل فان، هو على العكس تماما سال يريده على قيد الحياة، فكان من الضروري وصول سال قبل ما تولم يعمل أي حاجة تأذيه. ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن. بالفعل بيكون في الوقت ده تولم قدر يوصل له، وبما إنهم كانوا محاصرين المكان فما كانش قدام فان وسيلة غير إنه يخرج لهم، وساعتها بيقول لهم إنه هيستسلم مقابل إنهم ما يأذوش أي حد هنا، وده على أساس يعني إنهم هيسيبوك حي. وعلى حين غفلة الجنود بيهجموا عليه، وهوب الأول بيجيب فان أجله، والتاني يا باشا بيبص ما بيلاقيش الرمح أصلا. كلهم بيترعبوا من اللي حصل، وساعتها بيقول له توما بكل استغراب: ماذا يكون قاطع قرن الظبي بالضبط يا فان؟ أكيد تبادر لذهنك سؤال دلوقتي، وهو هل القوة دي ليها علاقة بكونه قاطع قرن الظبي أو لكونه ناجي من المتسال؟ وعلى ذكر القول، ها قد أتى المتسال. الذئاب يابا خرجت من كل مكان وحالفة لا تولع الدنيا. لا أصل الحكاية كانت ناقصاكم انتوا كمان يعني. وبنلاحظ ساعتها وجود نفس الشخص الملثم واقف على أعلى الغرف. يا ترى إيه الحكاية؟ الذئاب بتولد قوة غريبة وساعتها بيتفاعل معاها جسم فان، وبيسمع صوت حد بيقوله: ما تقاومش القوة، وشكل الموضوع يا باشا مش هيخلص على خير. في الوقت ده بتحاول يونا تروح لفان
ولكن البنت فجأة بتتغير وبتبدأ تتصرف تصرفات مش طبيعية. الموضوع يقف على كده؟ لا والله. فان هو التاني متعرفش ايه اللي جراله وما عادش هو كمان على طبيعته، والحكاية آخر برجلة. الأم بتحاول تحمي ابنها، ولكن الغريب إن الذئب أول ما بيعرف إنها من قوم ذول بيهجم عليها على طول، والمشكلة إن مفيش أي حد موجود عشان ينقذها. هي دي فعلا لعنة بجد ولا إيه؟ ولكن فجأة الذئب بيتسمر مكانه. هو تخيلوا مين اللي أنقذها؟ يونا. أيوة، هي يونا، البنت اللي كانت آخر حد ممكن إن إحنا كنا نتوقعه. البنت بتسيطر عليه بدون وعي منها، زي ما يكون العاطفة اللي حركتها. وفي الوقت ده بيكون فان هو التاني راجع لطبيعته وبينطلق وراهم بأقصى سرعة، ولكن الموضوع مش بالسهولة دي. تولم بيدي أمر لسايا إنها تخلص عليه، والبنت ما بتصدق وبتروح جري وراه على آخرها. وفي الوقت ده بيكون فان خلاص على وشك الوصول ليونا، بتفصله عنها مسافة تكاد لا تذكر، وخلاص تقدر تقول إنه فعلا وصل لها. ولكن قبل لحظات من مسكها سايا بترزعه سهم بيتحطم بيه كل آماله. مش معقول بجد يا جماعة، هو أنت يا ابني مش مكتوب لك السعادة ولا إيه؟ وبرغم كل الألم والمعاناة لأن كل تفكيره هو إنقاذ يونا، على عكس البنت اللي مش مكفيها اللي عملته، لا رايحة وعاوزة تكمل عليه. فان بيتدارك الموقف وبسرعة بيتصدى لهجومها، بل إنه كمان بيقدر يجرحها. الواد صامت بأعجوبة لحد دلوقتي رغم تقطع أنفاسه، والبنت برغم إنها شايفة إنه مش مهتم بالقتال إلا إنها مصرة على قتله. وقبل ما الموضوع يبقى كارثة أكتر من اللي هو فيه، بيوصل سال وبيوقف سايا عند حدها. ولكن فان ما كانش مهتم من الأساس، كل تفكيره إنقاذ يونا مش أكتر. ومعلمك ده بقى بيقول له تعالى بس أقول لك. بس الظاهر إن فان كان مستعجل أوي لدرجة إن ياخده معاه يقول له اللي عاوزه في الطريق. يا أخي مش مكسوف من نفسك؟ وهنا بيفقد فان الوعي من كتر النزيف، ومن جديد بيشوف فان زوجته وابنه، ولكن المرة دي بيكون معاهم نفس الشخص اللي كل شوية بيجيله وبيقول له أنت ليه بتكافح؟ هلم إلي، أنا أدعى كينوي. في الوقت ده بيكون سال بيقول لسايا ليه بيحاول تلم قتل الراجل ده؟ أنا متأكد إن عاوز يعيد حادثة القرن السابق. وبيقول لها قبل 80 سنة استخدم المتسال ضد مملكة زول بغية منح الأمل لمملكة الأكافة والحفاظ على استقلالها. وهنا سايا بتقول له إن أهل زول قتلوا جميع أفراد أسرتي، وإن اللي بيحصل فيهم ما هو إلا عين العدل. وفي الوقت ده بيكون فان بيحاول يروح ليونا، ولكنه بيكون في حالة يرثى لها. بيحاول مرارا وتكرارا، ولكن جسده خائر القوى. وهنا سال بيشفق على حاله وبيمنعه وبيقول له انت رايح فين بجراحك دي؟ ولكن وقتها بيشكره فان على علاجه وبيقول له انا عندي وعد ولازم اوفي بيه. الكلمتين دول بقى بيعصبوا سال. الواد حرفيا اتحول من الشاب الامور الكيوت ده لشخص مختلف تماما، وبيقف قدام فان وبيقول له انا سال يغرل، هاجي معاك وهساعدك في تحقيق هدفك، ولكن في المقابل هتديني بعض من دماغك. هو بيقول لي انت كمان هتيجي معانا. الموضوع منتهي يا فان. لا 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 يا جدعان، ده ايه التغير المفاجئ في الاحداث ده؟ بعد ما كان السايا اللي بتهدف لقتل فان اصبحت هي دلوقتي ملاحتهم اللي بتساعدهم للوصول ليونا. مش معقول بجد. وفي اثناء رحلتهم بيطمن سال على جروح فان وبيذهل لما بيشوف قدرة شفائه الرهيبة. وهنا بيسأله فان عن سبب رغبته في الحصول على بعض من دمائه، فبيقول له سال لأن دماءك بتملك القدرة على قهر المرض المسمى بالمتسال، وأنا محتاج أستخدمه لصنع ترياق. وفي تصريح غير متوقع بيقول لفان في الحقيقة أنا لم أقهره، بل المرض ما زال يوجد في جسدي، أو بالأحرى لربما هو ما يبقيني على قيد الحياة. صدمة بكل المقاييس. وفي أثناء الرحلة بيكون سال بيفكر في كلام فان، وبيكون شايف إنه مش منطقي خالص، وده لأنه بطبيعة عمله شاف المرض بيفتك بأرواح الكثيرين، ولكنه بيكون شاكك إنه ممكن يكون فعلا على صواب، وخصوصا بعد رؤية جراحه اللي بتشفى بسرعة مهولة دي. وبعد مرور يومين بيصحى سال ما بيلاقيش فان. اللي بيكون في الوقت ده بيسمع صوت كينوي بيتردد في دماغه على لسان يونا، واللي بتقوله لا تخف من النور فأنت كيان حر. ما بيكونش طبعا فان فاهم أي حاجة. وفي الوقت ده بيوصل سال، ولما بيلاقيه في الوقت ده بيسأله على اللي حصل، فبيقول له فان على كل حاجة، وكمان بيقول له إن الغريب إن الصوت ده بيطمنه وبيهديه، وده اللي بيكون راعي فان جدا. وفي الجانب الآخر بقى بيكون الإمبراطور بيجهز لحملة عسكرية للهجوم على قرية حصان النار، وعلى الجانب الآخر بيكون تولم وملك الأكافة بيفكروا في خطوتهم القادمة. وبيقول له تولم إنه حتى لو ضحينا بقرية حصان النار هنضمن ساعتها نجاة الذئاب البرية، ولكن بيكونوا قلقانين من وصول سال لأي ترياق، وبيكونوا شايفين إن الحل الوحيد يكمن في موت فان. وفي تلك الأثناء بتكون الآية قلبت
وأصبح شعب الأكافا يمارس ما كان يفعله شعب زول، وكل ده بفضل عودة المثال اللي أعطاهم بصيص أمل. ولكن يظل البعض من شعب الأكافا وشعب زول متمسكين بفكرة التعايش معا وتجنب فكرة عودة الحرب التي تهلك وتمحو ما يعرف باسم السلام. وفي تلك الأثناء بيظهر الشخص الملثم من جديد، وبنعرف إن اسمه أوفان، وبيكون في الواقع بيطمن على بعض من الأشخاص اللي تعرضوا للعض، وبيقول لهم المفروض إنكم تعرفوا إن مش مقدر ليكم ترثوا القوة دي، مش انتوا اللي مقدر ليكم ترثوا قوة الملك. يا ترى ايه الحكاية بالظبط؟ ومين هو الملك ده؟ وإن من الواضح إن عشان ترث قوة الملك بيتم عن طريق عض الذئاب ليك. وهل فعلا فان ورث قوة الملك؟ يا ريت تقول لنا رأيك في التعليقات. ولو استمتعت بالمشاهدة فلايك وسبسكرايب وشير مع أصحابك دعما لأخوك وحبيبك اللي بيحاول يسعدك دايما. ودي كانت نبذة عن المحتوى اللي هينزل على القناة اللي سايب لك رابطها في الوصف وفي أول تعليق. وبس كده، كان معاكم محمد سالم، ودمتم في رعاية الله.